السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله أعمل لكم بفتيك دجاج محشي بالسبانخ. عندي صدر دجاج خالي من الجلد والعظم، أو بفتيك لحم أو فيليه سمك على حسب الرغبة والموجود. عندي 4 فصوص ثوم مقشر ومغسل ومهروس ناعم، وعصرة ليمون، وربع ملعقة صغيرة فلفل أبيض، وملح حسب الرغبة. الحشوة حزمة سبانخ، هذه هي السبانخ اللي تتأكد إنه هي هذه صحيحة، بتكون مجوفة عدة مرات وبعدين تفرميها فرم ناعم، أو تاخدي القطعة الصغيرة هذه وما تفرميها وتحشيها في البفتيك. حبة بصلة وسط أقشرها وأغسلها وأقطعها إلى قطع صغيرة. مكعب دجاج، نص علبة طماطم مقشرة أطحنها ناعم. كاسة جبنة موزاريلا أو شيدر على حسب الرغبة والموجود. صنوبر محمد للزينة. عندي الرز، إما تسويها بالمكرونة أو بالرز. اليوم أعملها إن شاء الله بالرز. عندي كاسة رز مزة، أغسله عدة مرات وأنقعه مدة التحضير. عندي كمان بصلة وسط، أقشرها وأغسلها وأفرمها ناعم. ومكعب دجاج، ونص كاسة هذا الخضار المثلجة، و3 ملاعق زيت نباتي. نبدأ على بركة الله ونشوف كيف الطريقة. هذا الحجم أو أكبر. طبعا تيجي من هنا من هذه الجهة، وتجيب السكينة وتمسكيها. أول تشيلي هذه الشحوم إذا ما ترغبيها، وبعدين تبدأي بسم الله على بركة الله من هذه الجهة، وتدخلي السكينة من النص كده وتمشي عليها لغاية ما تفتحيها بهذا الشكل. أو إذا كان بالبفتيك اللحمة، طبعا الجزار هو يعمل لك هو بفتيك. قطعت الصدر الدجاج الخالي من الجلد والعظم بهذا الشكل، بعدين أحطه في كيس نايلو أو بين نايلو، وأجي بمطرقة البفتيك، هذه مطرقة البفتيك، من هنا أو من هنا، وأضغط عليها. أصبح ما شاء الله، شوفي القطعة كيف كبرت، شوفي من الجهة الثانية كيف صارت بهذا الحجم وسمكة كمان. الصدر أحط 4 فصوص الثوم المهروسة ناعم، وأحط عصرة الليمونة، وأحط الربع الملعقة الفلفل الأبيض، وربع ملعقة ملح حسب الرغبة. وأتبل 4 قطع البفتيك الدجاج. حطيت الحبة البصل الوسط المقشر والمغسل ومقطع على قطع صغيرة. دحين هنا أضيف كاستين السبانخ المقطعة إلى قطع صغيرة كده، وأحط 3 ملاعق الزيت النباتي، وأحط الحبة الوسط البصلة المقشرة مقطعة إلى قطع صغيرة، وأقلب البصل لغاية ما يدبل. ونص الكاسة الخضار المثلجة بعد ما فكينا من ثلجة وشطفتها، وأحط مكعب الدجاج. دحين أضيف الكاسة الرز الملزن اللي غسلته عدة مرات ونقعته أثناء التحضير. أقلبه كده لتغطي الرز بإصبع كده أو إصبعين بهذا الشكل، وأتركه على نار عالية أول، وبعدين على نار واطية لغاية ما يستوي. أنا ما حطيت هنا ملح علشان مكعب الدجاج فيه ملح، واكتفيت بالسبانخ مع البصل كده. حطيته على نار هادئة وقلبته لغاية ما جف مويته ودبل بهذا الشكل. دحين أحط الكاسة الجبنة الموزاريلا أو الشيدر على حسب الرغبة. هنا بعد ما تبلت بفتيك الدجاج بالثوم وعصير الليمون والفلفل الأبيض والملح وبقي بهذا الشكل، خليت في الثلاجة مدة تحضير بقية الحاجات. دحين اللي من برا واللي زي كده هنا العروق اللي باينة أدخله من جوا،
أحط ملعقة أو ملعقتين من حشوة السبانخ اللي فيها الجبنة الموزاريلا بهذا الشكل، وبعدين أحط لها حشوة تكون طيبة ومناسبة كده، وبعدين ألفها بسم الله على بركة الله، ألفها كده لف بحيث ما يبان ما تبان الحشوة علشان لا تخرج منها بهذا الشكل. خلاص كده انتهيت منها. أجي بيما أخليها كده وأحطها في صينية مدهونة وأخلي القاع من أسفل زي كده، بهذا الوضع. بهذا الوضع أخلي بيكون الفتحة من أسفل أو بعيدها الخلال أقفلها. ممكن زي ما قلت إذا ورق السبانخ نوعه صغير بس تاخد الورق وتشيل العرق وتحطيه بهذا الشكل، يعني إذا ما حبيت تحطيه على النار وتحطي معاه البصل ولغاية ما يدبل بهذا الشكل، وتحطي شوية بصل مقطع على قطع صغيرة وكمان الجبن، وبعدين تقومي تلفيه بهذا اللف وتحطيه في الصينية حسب الرغبة وحسب الطريقة اللي تبغيها. اللي حطيت فيه مكعب الدجاج وهرسته، أو إذا ما تحبي مكعب الدجاج تحطي ملعقة إبزار أصفر. بسم الله أرشه كده على سطح الصينية جاهزة. دحين أحط ورق الزبدة عليه وبعدين القصدير بهذا الشكل وأغلفه. طيب بفتيك الدجاج المحشي بالسبانخ انتهى والحمد لله. شوفي هنا هذا اللي في الصينية ومسبك وعليه اللوز الصنوبر المحمر، وهنا حطيت جزء بعد ما استوى الرز اللي بالخضار، وزينته بحلقات الدجاج المحشي بالسبانخ. نشوف ما شاء الله تبارك الله كيف الوضع بهذا الشكل كده لذيذ جدا، وإن شاء الله ينال رضاكم وبالعافية علينا وعليكم.